سأتحدث عنها بعد قليل. ما هو المختلف بيوم الغدير عن غيره من الأعياد؟ هناك 5 نقاط حصرية في يوم الغدير، بصراحة هي هاي اللي تخلي الآخرين يخافون من عيد الغدير. الأمر الأول، عيد الغدير هو العيد الوحيد الذي يبدأ عمله بعد مجيئه. عيد الفطر هو جائزة على الصيام، عيد الأضحى جائزة على الحج. عيد الغدير لا، عيد الغدير بداية الامتحان يبدأ بعيد الغدير. شوف، بدأ عيد الغدير بدأ امتحان الناس شلون يتعاملون وياه. مو مثل عيد شهر رمضان، صمت هذا إلك عيد، حجيت هذا إلك عيد، عيدت بالغدير نعم هاي بداية الامتحان. لذلك الأمة أيها الأوداء امتحانها بعد ما صار عيد الغدير. شوف، بعد ما قالوا بخل بخل لك يا أبا حسن، هاي بعد ما بايعوا علي، بعد ما أقروا بعيد الغدير بدأ شنو؟ بدأ الامتحان. وهذا هو الأمر الفريد في عيد الغدير. هذا أولا. 2، عيد الغدير هو العيد الوحيد الذي لا يتفاعل معه المنافقون. اللي يضوج من عنده المنافق، هيك يتكهرب من عنده، يبزز يظل جلد المنافق من عيد الغدير. المنافق من يجي عيد شهر رمضان يجوز يعيد، من يجي عيد الأضحى هم يعيد، بس عيد غدير لا. لذلك تشوفه يعترض، يمتعض، ينتفض. المنافق مع عيد الغدير كالسمكة في الصحراء بالضبط، ما يتحمله. لذلك عيد الغدير، هاي العبارة شوية مهمة وترفة وجميلة، عيد الغدير الوجه الآخر لسورة الرحمن. سورة الرحمن الرسول يقول لا تستقر بقلب المنافق. ولذلك اخواني وصية للشباب، حفظوا سورة الرحمن، حتى لو سنتين تبقى احفظها. سورة الرحمن طاردة للنفاق، مثل علي طارد للنفاق. هذا هو الميزة الثانية. 3، عيد الغدير هو العيد الوحيد الذي يسقط رموز الآخرين فلا يبقيهم واقفين على أقدامهم. شنو يعني عيد غدير؟ عيد غدير يعني لا للسقيفة، عيد غدير يعني لا لمن شتموا علي، عيد غدير يعني لا لمن أزالوا عليا عن الخلافة، عيد غدير يعني ماكو موالاة ومحاباة لمن وقفوا بوجه علي. انت أول ما تقول صرت مولاي يعني غيرك شنو؟ ما إله وجود بوجودي. عيد الغدير أخواني هو العيد الوحيد اللي بس شو التفت لي، وهاي مهمة العبارة، بس تعيد بالغدير سقطت الأصنام الأخرى، هاي السقيفة تحترق تنتهي. أيها الأحبة، هاي 3. 4، عيد الغدير هو العيد الوحيد الذي يتجدد يوميا بدعاء العهد. هذا عيد الغدير. اخواني شباب، عيد الغدير يبدأ 18 ذي الحجة بس يستمر يوميا، يعني 17 ذي الحجة يتجدد، 19 يتجدد، 20 يتجدد، 10 محرم يتجدد من خلال دعاء العهد. وأجدد له العهد في كل يوم دعاء العهد. وهذا عيد وحيد لا مثيل له، بحيث البعض مثلا هيئة علماء المسلمين متعجبين انه احنا نحتفل بعيد وما ما يدرون ان يوميا عندنا شنو؟ يوميا عندنا عيد غدير، ولكن احنا ما نحب الهوسة. 5 والأخير، عيد الغدير هو العيد الوحيد، هاي مهمة الحكاية، الذي شرعه الله وبلغه محمد وانقفل عند آل محمد، ما يروح لغيرهم. عيد الغدير حصرا قصرا على من؟
على آل محمد ماكو. نعم نحن نحتفل، نفرح، نهوس، نطش شكلية، نوزع ورد، ونلبس أبيض، ونتبسم ونصافح ونسامح، بس العيد يبقى لمن؟ يبقى لآل محمد، حصر خاص بيهم. لذلك أيها الأوداع عيد الغدير من أخطر الأعياد حقا أيها الأحبة. لمن المعصوم يسرد سردا عجيبا عن عيد الغدير ويحث ويوصي أن نحتفل بعيد الغدير، وش يسمونه؟ عيد الله الأكبر. هذا معنى عيد